ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. ده فيديو جديد، ماشي. فعايزه اقول لكم بقى ايه، ان انا يعني ندمانه وزعلانه، بس مش ندمانه قوي. يعني هو مهم يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه ده بسبب اللي انا بعمله دلوقتي. ان انا كنت لسه يعني فرشه السجاد قريب، يعني بقاله يجي 20 يوم كده. متهيألي ما كملش 20 يوم، والله بيني 20 يوم حاجة زي كده. يعني لسه فرشة السجاد وعاملة تنظيفة الشتا وعاملة ترويقة الشتا والكلام دوت، واقعد اغسل السجاد كده زي ما انتوا شايفين. ده حرام، بجد حرام. اللي حصل واللي جرى ان انا زهقت مع ابني شوية. و بصوا بقولكوا على وكستي، والله بقول على وكستي، فرحانة اوي بوكستي. فالمهم ايه، كلمت بابا قال لي ده انا جاي، وكان قرب يعني يجي على البيت. فقلت له خلاص ماشي انا نازله. قال لي رايحه فين؟ قلت له هنزل وهسيب العيل في البيت. قلت له والله قبل ما انزل فقلت له هسيب العيل في البيت ونازله. وسبت العيل لوحدهم ونزلت، وكنت عارفه ان باباهم قرب يجي. فاخدت بعضي ونزلت وكده، واتمشيت شويه مع نفسي. ورجعت البيت لقيت عيالي يعني عاملين كارثة كارثة في السجاد، اقسم بالله. امي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. جيت لقيت ابني وبنتي وجوزي التلاتة مشتركين في الجريمة، في الجريمة اللي اتعملت، وانا مش مسامحاهم. هقول لكم بقى هم عملوا ايه وايه الجريمة اللي هم عملوها. هي بالنسبة ليا، لواحدة لسه فرشة السجاد بقاله يجي 20 يوم، يعني دي جريمة والله العظيم. والسجاد نضيف لسه يعني. كانوا استنوا شوية، كانوا استنوا شوية يكون اتبهدل شوية، هو يعني اي حاجة كده يا جدعان. فالمهم بقى جيت من بره لقيتهم، جوزي جايب لهم بقى ايه، عصير، وجايب لهم حاجات وهو جاي حلويات وكده. جيت لقيت بقى ايه، عصير مدلوق في الارض، عصير جوافة مدلوق في الارض على السجادة وعلى الحافظة، حتة على حرف السجادة وحتة ايه على الحافظة. وكنت عاملة رمان وعاملاه بالايه بالكركديه، رمان ماشي. ولقيتهم جايبين طبق الرمان وقاعدين واكلينه وموقعين في الارض وحاجه زي الفل. المفروض كنت لفيت ورجعت تاني بكرامتي وبأدبي، والله العظيم المفروض كنت رجعت بدل المرمطه اللي انا صبحت عملتها دي. والشقه كانت زي الفل ومتروقه وزي الفل. معرفش مين اللي بيقر عليا الارض ده، والله العظيم. الشقه كانت زي الفل. في ثانيه الدنيا اتشقلبت عليها وطيها، الدنيا اتغيرت حواليا. الحاجة اللي كانت نضيفة وقع عليها عصير ولزقت. وقمت تاني يوم بدل ما انا ارتاح بقى وابقى اخد يوم اجازة عشان جوزي كان قاعد تاني يوم، لا قمت قعدت اغسل وانضف واعمل في حاجات نضيفة اصلا. يا لهوي معرفش القري ده جايلي منين، اقسم بالله اقسم بالله معرفش منين، يا لهوي. العين وحشة برضك على فكرة ما هو لا قر لحد اداني عين، مش عارفة. بس عايزة اقول لكم لو انتم مكاني وحصل معاكم كده، إيه يعني، جوزكم او عيالكم عملوا نسيبة زي كده، كنتوا هتعملوا ايه؟ يعني عايزة اعرف بس هتعملوا ايه. ها، هترقعوا بالصوت، ولا هتكرشون برا الشقة، ولا تمشي انتي، ولا تعملي ايه بالظبط، ولا تولعي فيهم وتستريحي؟ مش عارف. ايه العيال دي، ايه العيال دي؟ ده حتى العيال وابوهم يا سبحان الله. يعني مش ابوهم يطلع كده مثلا يقول لهم لا ما تاكلوش الحاجات دي الا لما امكم تيجي والكلام ده؟ لا، امي مسافره وهعمل حفله. ده انا هنفخكم هنفخكم، بس اصبروا عليا. لا، وجوزي يقول لي ايه بقى، يقول لي هاتي حبه ميه وحبه اريال ونمسح ايه، نمسحهم بالحته وكده والدنيا تبقى نضيفه وزي الفل. لا يابا، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. حتى لو انا عملت كده وجيت مثلا شلت السجاده عشان تشمس وكده،
الدبانة هيتلم عليها زي الفل ما شاء الله، يعني هيتلم عليها، ما هو الدبان مبتلمش على الحاجات المعفنة الملزقة. فانا مش كده يابا، انا مش كده والله. يا لهوي على الرجاله دي، بتاخد كل حاجه ببساطه، عندها كل حاجه سهله كده وبتخلص في ثانيه. ياه. عايزه اقولكوا بقى، خلاص بعد ما خلصت لبسنا وخرجنا، وجوزي بقى قال لي هجيب لك حاجه حلوه وايه، ه... يعني ايه، هعوضك اللي احنا عملناه فيكي. بس فقعد، بس كان في الاول، اول لما لقيت العصير مدلوق كان عمال يقول لي احسن عشان ما تسيبيش الشقه وتمشي تاني. ينفع؟ ينفع الكلام ده يعني؟ ينفع عشان اسيب الشقه؟ والله ما غبتش يعني كتير، ده هي ساعه وساعه ونص يعملوا كده في الشقه. بس عادي ولا يهمني، اعمل اي حاجه، بس والله العظيم هنفخكم برضك، مش هسيبكم، مش هسيب حقي. فالمهم ايه، رحنا ودينا ولادي عند ماما وكده، وديتهم عند امي. و جوزي بقى راح يجيب له هدوم، آه لبس وكده، لاني جبنا آه هدوم الولاد، وكان فاضل هدومه هو اللي كانت محتاج شوية حاجات كده فجابهم. قلت له خلاص تعالى المعرض الفلاني، يعني مش هنقول اسمه. كان سلفتي قال لي منزل عروض وكده، فقلت له تعالى نروح، منزل عروض حلوه، فقال لي فتعالى خلاص نشوف. ماشي. المعرض اللي انا فيه دوت كنت مصوركم فيه فيديو برضه، كنت منزلاه على اليوتيوب، بس الكلام ده من سنتين، كان انا لسه صغير، وكنت منزله صوره وهو راكب العجله وكده. فجوزي خلاص جاب حاجته، بس الحاجه غاليه قوي يا جماعه والله، بس الحاجه حلوه فعلا. يعني جاب بناطيل جينز، جاب جاكيت، جاب ترنج، وجاب سوشيرت، وجاب بوكسرات كوتونيل. لا جاب حاجات، شوية حاجات حلوين يعني. مبروكين عليك يا قلبي، تلبسهم كده وانت متهني يا رب. وبس كده، فانا كان ناقصني برضك حاجات اجيبها، فجبتها من مكان تاني، عشان كان في حاجة في دماغي معينة اجيبها فما لقيتهاش في المكان دوت، فروحت جبتها من مكان تاني. وعايزه اقول لكم برضك ان الواحد لازم يدلع نفسه، ليه حق ان يدلع نفسه. كل واحد فينا ليه حق على نفسه ان هو يدلع نفسه بنفسه. فمش عارفه ايه الشعر اللي انا بقوله ده، بس هو ده اللي انا جه على لساني وقلت اما اقوله. فابسطوا نفسكم حتى لو بأقل حاجة، وبس كفاية بقى ضغوطات، وكفاية بقى الهم اللي الواحد شايله دوت. كفاية كفاية عشان الواحد بيتعب بجد والله العظيم، من اقل حاجة الواحد بيتعب ونفسيته بتتعب. فاحنا بقى مش عايزين حاجة تتعب نفسيتنا، ولا عايزين حاجة تتعبنا. وهقول لكم انا بحاول الايام دي بعمل ايه، والله العظيم هقول لكم في فيديو تاني. انا بحاول الايام دي اعمل ايه وبشتغل على ايه بالظبط، بس في فيديو تاني ان شاء الله. فعايزه اقول لكم خلاص بقى الفيديو بتاعنا يعني خلاص قرب يخلص على كده، وخلاص وصلنا البيت وحطيت الشنط، وكنا تعبانين، وكنت انا تعبانه جدا لاني غسلت الحاجه وخرجت، ومشينا شويه وتنينا واقفين كتير قوي على رجلينا، ورحت قعدت عندنا شويه وبس كده. وعايزه اقول لكم مع السلامه.